فيلمنا بيبدأ بنوى وهي في حفلة عيد ميلادها 18، وبيظهر إن نوى مش مبسوطة لأن نيك حبيبها ما جاش الحفلة، وبنعرف إن نيك بيتدرب في شركة محاماة في سان فرانسيسكو. وبعدها جينا صاحبة نوى بتروح تقعد معاها علشان تخفف عنها، وبتطلب جينا من نوى إن هي تعز نيك وما تكونش قاسية عليه. وبالليل بيجي نيك وبتجري عليه نوى وهي في قمة السعادة، وبتشوفها أمها ورافائيلا وجوزها ليستر، وبيكون واضح إن هما مش مبسوطين من اللي بيحصل. ووقتها بيدي نيك نوى سلسلة بمناسبة عيد ميلادها، وبتكون نوى مبسوطة بيها وطايرة من الفرحة. وفي اليوم اللي بعده بيخرجوا سوا وبيتفسحوا وبيروحوا أماكن كتير سوا وبيكونوا مستمتعين بوقتهم. وبالليل نوى بتحتفل مع زمايلها بتوديع المدرسة الثانوية، وبيكون نيك قاعد مع صاحبه ليون، واللي بيبان عليه إن هو متضايق، وده بسبب إن جينا هتروح الجامعة وهتبعد عنه. وبيكون ليون قلقان إن جينا تسيبه لأن هي في الجامعة هتقابل شباب كتير أغنى منه وهتنساه بسرعة. لكن نيك بيكون ليه رأي مختلف وبيفهمه إن دي مجرد تخيلات في دماغه، وبيفكروا ليون إن هما بيشتغلوا وحياتهم مليانة مسؤوليات، وده هيكون ليه تأثير على علاقتهم بنوا وجينا وهيخلي فيه مسافة بينهم. وبيفكر نيك في كلام ليون وبيظهر إن هو اقتنع بيه. وتاني يوم بيروح ليون السجن علشان يزور أخوه لوكا، وبيكون ليون محبط جدا وبيبلغ لوكا إن هو مش هيقدر يكمل في الورشة لوحده، وبيعرفوا إن الديون كترت وهو مش هيسددها، وإن أسلم حل ليه إن هما يقفلوا الورشة. ولكن لوكا بيرفض إن الورشة تتقفل، وبيوعده إن هو هيتصرف. وفي نفس الوقت ده هو بيكون خارج من حفلة التخرج بتتفاجئ إن أمها وجوز أمها جايين لها عربية هدية، فبتفرح جدا وبتشكرهم وبتاخد نيك في جولة بالعربية. وبيفاجئها نيك بعدها لما بياخدها وبيروح بيها على بيت فخم جدا، وهناك بيقولها ان البيت ده هدية ليه من جده. وبيقولها كمان ان هو قرر ان هو ما يرجعش سان فرانسيسكو وكمل تدريباته في مكتب ابوه. فبتفرح نوى بقراره لانه هيفضل جنبها ومش هيسيبها، وبتكون عايزة تعيش معاه في البيت ده أثناء دراستها وما تروحش سكن الطلبة. لكنها بتلاحظ إن نيك بيتوتر لما بيسمع الكلام ده، فبتتوتر هي كمان وبتقوله إن هي اتسرعت في كلامها وبتسيبه وبتمشي. وفي اليوم اللي بعده بتروح نوى مع أمها لسكن الجامعة، وهناك بيتفرجوا سوا على الشقة اللي هتسكن فيها نوى. وبتيجي واحدة ست ومعاها بنتها اللي هتسكن مع نوى في نفس الشقة، وساعتها نوى بتتعرف على البنت دي وبتعرف إن اسمها بريار. وفي نفس الوقت ده بيكون نيك في مكتب أبوه وبيتعرف على بنت اسمها صوفيا بتتدرب معاه في نفس المكتب. وبيعرف نيك ان صوفيا تبقى بنت وزير العدل شخصيا، وبيقول له ليستر ان هما الاتنين هيشتغلوا سوا في قضية مهمة في المكتب. وبنروح لنوى اللي بتكون رجعت مع امها على البيت. وقتها رافيلا بتودي نوى صورتها مع نيك وبتقولها ان هي لازم تقطع علاقتها بيها لان ده على سمعتها ومستقبلها. ولكن نوى بترفض وبتكون زعلانه لان رافيلا بتتجسس عليها، لكن رافيلا بتقولها ان هي مش بتتجسس عليهم وان الصحفيين هم اللي صوروهم سوا. وبتعرفها ان هي وجوزها قدروا يمنعوا الصور دي من النشر، وبتقولها ان هي لازم تخاف على سمعتها لان الصحفيين هيطلعوا اشاعات كتير عليها، والحل الوحيد انها تبعد عنه، خصوصا وان نجم مشهور بعلاقته النسائيه. لكن نوى مبتسمعش كلام امها وبتقولها ان هي عمرها ما هتسيب نيك لان هي بتحبه، وبتسيبها وبتمشي. وتاني يوم نوى بتروح على الشقة اللي هي هتسكن فيها، ولكن بتتفاجئ ان بريار عاملة حفلة عازمة فيها زمايلها. لكن اول ما بتشوف نوى بتلغي الحفلة وبتمشي زمايلها من الشقة، وبعدها بتقعد مع نوى بتعتذر لها وبتقولها ان هي ما كانتش متوقعة ان هي هتيجي في الوقت ده. وساعتها بتدخل عليهم شاب اسمه مايكل واللي بيكون ناس الجاكيت بتاعه ورجع عشان ياخده، وبتعرفهم بريار على بعض. وبتقول بريار مايكل ساكن في المبنى اللي قدامهم، وبتعرفه ان هو يبقى مستشار الطلبة في الكلية. وبعدها بنشوف نوى وهي خارجة مع نيك واخته الصغيرة ماجي، وبيكونوا مبسوطين جدا وهما بيلعبوا معاها. وبعدها ما بيخلصوا لعب بتيجي ام نيك عشان تاخد ماجي، وبعدها بتركبها على العربية وبتقرب من نيك عشان تتكلم معاه. لكن نيك بيرفض وبيزعلها وبيقولها تبعد عنه، وبيفكرها ان هي بقالها سنتين ما بتسألش عليه ولا بتهتم بيه، وبتطلب منها ترجع لجوز جديد. فبتحاول تقرب منه تاني فبيسيبها وبيمشي. لكن لما بيرجع البيت بيكون متأثر جدا وبيعيط وبيقول لنوى ان هو مش متخيل ان في ام ممكن تسيب ابنها. فبتقرب منه نوى وبتواسيه وبتحاول تخفف عنه، وبتاخده وبيخرجوا سوا علشان تخيله يغير جو. وبيوصلها نيك على شقتها وبيطلع معاها، ولكنه بيتصدم لما بيشوف دراع قدامه، وبيظهر ان هما الاتنين يعرفوا بعض ولكنهم بيخبوا ده قدام نوى. وبيبان التوتر على ملامح نيك وبيقرر يمشي، وساعتها بيقع منه تليفونه ومش بيشوفه. وفي طريقه للبيت بيكون باله مشغول وبيفكر في حاجة معينة، وفجأة بيلاقي السواق بيديله التليفون وبيقوله ان ليون عاوزه. وبيكتشف ساعتها نيك ان تليفونه مش معاه ولكنه بيرد على ليون
وبيطلب منه يروح له بسرعة. فبيروح لنيك عند المكان اللي هو فيه، وبيكون ليون قاعد في العربية وإيده متعورة. وبيعرف نيك إن ليون عور نفسه لما حاول يفتح الطرد اللي بعته له أخوه لوكا، والمشكلة إن هو لقى جوه الطرد ده كمية كبيرة من الممنوعات. فبيلوموا نيك على اللي هو عامله. فبيعرفوا ليون إن هو وأخوه عاوزين يسددوا ديون الورشة بأي طريقة، وبيطلب منه يروح معاه علشان يسلموا الطرد لأفراد العصابة وياخدوا الفلوس. فبيوافق وبيروح معاه وبيدخلوا عند العصابة، وهناك بيتفاجئ نيك لما بيلاقي جواه وراهم. فبيعتذر ليون وبيقوله إن هو ما كانش عارف يوصل له، وإن هو اتصل على نوا وعرفها باللي حصل. وبيتصدموا كلهم لما بيشوفوا رئيس العصابة، وبيطلع إن هو توني أخو روني اللي خطف نوا قبل كده وبسببها دخل السجن. وساعتها توني بيقول لهم ان الطرد ده اتفتح ونقص منه 100 جرام، وبيكون واضح ان هو بيتلكك له وعاوز يعمل معاهم مشكله. ولكن نيك بيقول له ان هو هيدفع له تمن الكميه الجرام علشان هو مش عاوز يعمل مشاكل. فبيوافق توني وبيبعت معاهم واحد من رجالته علشان يجيبوا الفلوس. ولكن ساعتها بتظهر بنت سكرانه وبتطلب من نيك انه يشرب مشروب ويدفع ثمنه، وبيكون معاها صاحبتها. وبيبان هما الاتنين بيضايقوا نيك وبيستفزوه عشان يعمل مشكله. فهنا بتتدخل نوا بتطلب المشروب على صاحب البنت دي. فبيتضايق صاحب البنت وبيهجم على نوا عشان يضربها، ولكن نيك بيدافع عنها وبيضربه. ووقتها بتحصل خناقة جامدة في المكان لحد ما بتيجي الشرطة وبتقبض على نيك ونوا وليون. وتاني يوم بيتصل نيك بصوفيا وبتطلب منها ان هي تخرجهم من مركز الشرطة، وبيطلب منها ما تجيبش سيرته قدام ابوه. فبتطمنه وبتوافق ان هي تساعده، وفعلا بتقدر صوفيا ان هي تخرجهم. وبتشوف نيك في العربية مع نوا، وما بيكونش عاجب نوا ان نيك اشترك مع ليون في تجارة الممنوعات. ولكن نيك بيقول لها ان هو ما كانش يعرف، وان ليون فاجئه باللي هو عمله. وهو في اليوم اللي بعده بيتفاجئ نوا بزيارته وانها ليها، وبتقول لها ان هي عايزة تساعدها علشان تقرب من نيك. وبتعرفها ان هي ما بعدتش عن نيك بارادتها، ولكن نوا بترفض تسمعها وبتقول لها تمشي. فبتديها الكارت بتاعتها علشان لو حبت تعرف الحقيقة تتصل بيها. وبعدها نوا بتروح البيت علشان تجيب بيها حاجتها، لكنها بتتفاجئ ان امها وجوز امها عازمين صوفيا وعيلتها على العشاء. فبتتضايق نوا لما بتشوف نيك واقف مع صوفيا وبيتكلموا سوا، وبتروح لها صوفيا علشان تسلم عليها. لكن نوا بيتضايقها بالكلام. وبيجي وقت العشاء وبيكونوا كلهم قاعدين وبيتكلموا وبيهزروا سوا، وبتكون نوا قاعدة متضايقة وغيرانة وإن صوفيا بتقرب من نيك بطريقة ملفتة للنظر. وبيسأل أبو صوفيا نوا عن أخبارها في الجامعة، وبتتفاجئ الكل وبتقولها إن نيك عرض عليها إن هي تعيش معاه في بيت جده بدل ما تقعد في السكن الجامعي، وهي وافقت. وبعدها بتسيبهم وبتمشي. فبتعتذر رافائيلا لعيلة صوفيا على اللي هي عملته، وبتقول لهم ان هي متضايقه لان اليوم ده هو ذكرى وفاة ابوها. ولما نيك بيسمع كده بيروح على المقابر على طول، وبيلاقي ان هو قاعده قدام قبر ابوها. وساعتها بيقول لها نيك ان هو مخبي عنها حاجات يا ريت تقولها لها لانها مش هتسمح له تكذب عليها ويخدعها مهما حصل. فبيقول لها نيك ان هو مفيش حاجه وهو مخبي عنها. وبيعرفها ان هم عزموا صوفيا وعيلتها كنوع من الرد الجميل لان هي خرجتهم من اسم الشرطه. ولكن نوا بتكون متعصبه وبترفض تسمع باقي كلامه وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم بيظهر ان نوا اتصلت بأنا وطلبت منها تيجي على البيت، وبيكون البيت فاضي ومفهوش حد. وساعتها أنا بتوصف لنوا مكان جوه درج مكتب ليستر، وبتلاقي نوا ملف قضيه ووصايا أنا على نيك. وبتقول لها ان هي جده منعها ان هي تاخد وصية على ابنها عشان هو ليه علاقات ونفوذ على القضاء. وبتعرفها ان امها كانت على علاقة بليستر اثناء ما هي كانت متجوزاه، وهي لما عرفت بكده قررت تخونه زي ما هو خانها، وده السبب اللي خلى ليستر يطلقها. وبتتصدم نوا لما بتشوف صور امها مع ليستر. وبتشتغل انشغال نوا بالملف وبتروح الحمام وبتاخد فرشة اسنان ليستر من غير ما نوا تحس بيها. وبالليل نيك ونوا بيتعشوا سوا في مطعم، وبتتفاجئ نوا لما بتعرف ان نيك هيسافر لندن مع صوفيا علشان يشتغلوا سوا في قضية تبع المكتب. فبتتضايق نوا لكنها مش بتبين قدام نيك، وبتتمنى له التوفيق في شغله. فبيوعدها نيك ان هو مش هيتأخر عليها، وبيطلب منها تقعد في بيت جده اللي هو حد ما هو يرجع. ولما بيسافر نيك بيقابل جده وبيسأله عن اللي حصل لبراير، وبنعرف ان نيك كمان في علاقة مع براير وعملوا حادثة عربية، وبراير اتصابت إصابة شديدة وفضلت فترة طويلة في المستشفى. ووقتها جد نيك طلب منه ان هو يختفي ويبعد تماما علشان الصحافة ممكن تعمل لهم فضيحة. فبيقول الجد لنيك ان بريار جات لها صدمة وان هي دخلت مصحة نفسية وقعدت فيها سنتين. وبعدها ايام صوفيا بتكون مع نيك وبتيجي لهم رسالة تعرف منهم ان هم كسبوا القضية. فبيفرح نيك وبيحضن صوفيا وبيحتفلوا سوا بنجاحهم.
في اللحظة دي إن في مصور بيراقبهم وبيصورهم سوا. وفي اليوم اللي بعده نوا بتكون سهرانة مع بريار ومايكل في شقتها وبيفضلوا يشربوا لحد ما بريار بتتعب وبتدخل تنام. فبيحاول مايكل يستغل الفرصة ويقرب من نوا، ولكنها بتصده وبتقوله إن هي عايزة تنام وبتوصله لحد باب الشقة. وقتها بيشوفها نيك اللي بيكون لسه راجع من لندن، وبيتخانق نيك مع نوا لأن هي سهرت مع مايكل. فبتقوله نوا إن الأفضل ليهم إن هما ينفصلوا فترة، وده علشان التفكير في علاقتهم. فبيديها نيك مهلة أسبوع علشان يفكر، وبيقولها إن هما هيتكلموا في حفلة الشركة اللي بتتعمل كل سنة، واللي بيصادف إن ميعادها بعد أسبوع من اليوم ده. وبتمر الأيام وكل واحد فيهم بيعيش حياته بشكل طبيعي، لحد ما في يوم بيقابل ليون وبيعرف منه إن هو هيشارك في سباق سيارات غير شرعي، لأن هو محتاج فلوس علشان يسدد ديون الورشة. فبيرفض نيك وبيقوله إن هو مستعد يديله الفلوس اللي هو عايزه، ولكن بلاش يشارك في السباق ده. لكن ليون بيقوله إن روني اللي خطف نوا قبل كده خرج من السجن وهيشارك في السباق. وساعتها بيغير نيك رأيه وبيوافق لأن هو عاوز ينتقم من روني ويدفعه تمن اللي عمله مع نوا. ولكن المشكلة إن السباق هيكون في نفس اليوم بتاع الحفلة. فبيفهموا ليون إن السباق هيخلص قبل الحفلة، وإن هم هيشاركوا في السباق الأول وبعدها يحضروا الحفلة بشكل طبيعي. وفي يوم السباق بيقف نوا قدام روني وبيكونوا على وشك إن هم يتخانقوا سوا. ووقتها بينصدم نيك لما بيلاقي إن هو داخل عليهم، وبيعرف إن هي هتشارك في السباق معاهم. وكمان بيعرف نيك إن جينا صاحبة نوا عرفت بالصدفة وإن هم هيشاركوا في السباق. وأول ما بيبدأ السباق بتظهر بريار وبتبلغ الشرطة، وبيتفاجئ نيك ونوا إن عربية الشرطة بتقطع عليهم الطريق. فبيتحدوا سوا وبيحشروا عربية نوا بينهم، وبيجبروه إن هو يخبط عربية الشرطة، وعربيته بتتقلب والشرطة بتقبض عليه. وبيقفوا عند خط النهاية وبيستنوا ليون لحد ما بيجي، وبيعدي من خط النهاية وبيفوز بالسباق. وبيهربوا كلهم قبل ما تيجي بقية عربية الشرطة وتهجم عليهم. وبعدها بيرجعوا للحفلة، وبيتفاجئ نيك بإن هو عرفت بقصة بريار، وبيقول لها إن هو كان يعرف بريار قبل ما يعرفها، وإن هي بعد الحادثة معرفش عن بريار أي حاجة لأن هي اختفت فجأة. وبيطلب منها تقول له قرارها بخصوص علاقتهم، فبتقول له إن هي هتعرفه بقرارها في آخر الحفلة. وبيتفاجئ نيك بعد ما بيلاقي أمه داخلة عليها هو وعيلته، وبتطلب من أبوه إن هما يتكلموا سوا. فبيخرجوا كلهم وبيروحوا على الحديقة علشان محدش يسمعهم. وساعتها أنا فتح كل حاجة قدامهم، وبيتعرفوا بخيانة أبوه ليها مع رافائيلا وأثناء جوازهم. وبيتعرفوا كمان إن جده هو اللي منعها من هي تكون وصية عليه. وبعدها بتطلع ظرف فيه تحليل حمض نووي، والتحليل ده بيثبت إن هو يبقى بنت ناجي. وبتقول له إنك أبوه منعه تشوفه بسبب ان هي اتهمته بالخيانه وان ماجي مش بنته. وبيتصدم نيك وبيسالها هي ازاي قدرت توصل للحمض النووي بتاع ابوه. فبتطلع له فرشه اللي خدتها من الحمام. وهنا ان هو بتقول لنيك اللي هي اللي ساعدت امه علشان تدخل البيت، ولكن ما كانش تعرف ان هي هتسرق الفرشه. وساعتها بيتعصب نيك وبيسيبها وبيمشي. فبتروح وراه بتقول له ان هي حاولت تساعده وتعرفه الحقيقه، لكن نيك بيقول لها ان هي خدعته ودمرت حياته. وبيسيبها وبيروح لصوفيا وبيبوسها قدامهم وبياخدها وبيمشي. وبيسيب نوا وهي منهارة وبتبكي، لكن ليون بيروح وراه نيك وبيركب معاه العربية بدل صوفيا. وقتها ليون بيقول له ان هو غلطان من اللي هو عمله، وبيعرفه ان هو عامل كده علشان مصلحته، وبيطلب منه يرجع نفسه قبل ما يغلط غلطة هيندم العمر كله عليها. وفي الحفلة بنلاقي بريار بتقرب من نوا وبتوريها صورة نيك وصوفيا وهما في لندن، وبتقول لها في ودنها ان هي ما يستاهلش دموعها. في الوقت ده بتسرق منها مفاتيحها. وبعدها بيرجع نيك على الحفلة، وده بعد ما اقتنع بكلام ليون وقرر ان هو يصلح نوا ويعتذر لها. لكنه بيلاقي بريار قدامه فبيلومها علشان هي حكت قصتها لنوا. فبتقول له ان هي هتدفعه تمن اللي هو عمله معاها، وبتعرفه ان هي كانت حامل منه، وانهم في المستشفى فهموها ان هي خسرت طفلها في حادثه، لكنها اكتشفت ان هما اللي اجهضوها اثناء العلاج. وبتقول له ان جده هو اللي عمل كده فيها وان هو صاحب المستشفى. فبيعتذر لها نيكو بيقول لها ان هو ما كانش يعرف اي حاجه من اللي هي بتقولها، ولكن بريار بتقول له ان هو اعتذار لها ليها مش كافي. ولكن نيك بيتجاهل كلامها وبيسألها عن نوا. فبتقول له ان هي راحت شقتها. فبيركب عربيته وبيروح ورا نوا، ولما بتوصل للشقه بتفضل تخبط ومحدش بيفتح. فبيكسر الباب وبيدخل يدور على نوا، ولكنه مش بيلاقيها. وبيكون وقتها في شقه مايكل لان هي اكتشفت ان المفاتيح مش معاها. فبيديها فوطه عشان تنشف بيها نفسها من الميه، وبعدها بيقرب منها وبتحصل بينهم علاقه. ولكن نوا بتحس بالندم بسبب اللي هي عملته، وبتقرر ان هي تسيب مايكل وتمشي. فبيديها مايكل جاكيت من بتوعه علشان تلبسه لان الفستان بتاعها لسه مبلول. وبعدها بتنزل نوا من شقه مايكل وهي حزينه، وبتلاقي نيك قاعد مستنيها في الشارع. واول ما بيشوفها منظرها بيستنتج ان هي عملت علاقه مع مايكل، وبيسيبها وبيمشي. وفي اليوم اللي بعده نوا بتروح للمقابر وبتقعد عند قبر ابوها، وبتلاقي هناك كاتب لها رساله للقبر وبيقول لها ان هو هيفضل جنبها ومش هيسيبها لاخر يوم في عمره.
الرسالة دي طبعا وهو كان كاتبها قبل اللي حصل، لكنها بتتضايق وبتمشي من المكان وهي محبطة.